الشوربه ديال الكريان بالدجاج. أشهد الله أشهد سيدي هو سكر طايح في الدروج. أشهد هذا هو مومو في حجر مو. أشهد وهذا سيدي قال لك سخفان خارج السطح. يا خرا شنو هذا؟ يا ربي نكون عا كنحلم. انا رايحه بعد ما ترتاح هذه راح نخبزها ونطيبها بعد ما نكمل طيابها هذه ونتلاقاو فيما بعد. أشهد 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 واي المنتخب المغربي وتأهل للدور ال16، فقلت لاحتفل انا الثاني على طريقتي وانطلق لجرب الدايت المغربي. بلشت اول شي بالطاجين وفتت فتي بعدين بالكسكس المغربي ونهيت الوليمة بالمحالي المغربية شاي المغربي وعسلامة. اليوم رح ننطلق على المغرب العربي لنجرب الدايت الجزائري ونغوص بهالاطباق الجزائرية. فبعد ما دلقت الصوص الحارق للدهون على الكسكس الجزائري وما فينا نقوم عن السفرة بدون ما نجرب تشكيلة الحلويات الطيبة بالزاف ولا نهضم كل هالأكل. نهيناها بالشاي الصحراوي ويعيشكم بالزاف. شفتوا اول فيديو وتاني فيديو، انا راح لكم شو يلي صار بالحرف الواحد ليش تصور الفيديو الثاني. من بعد ما تحقق مشاهدات كتير عالية وبفترة زمنية كتير قصيرة على المطبخ المغربي، اجوا جماعة الجزائر يلي بيحبوا الفتنة، يلي بدهم ياخدوا الشعب على صفيح ساخن على موقع تاني. اجوا لعند هدول الشباب قالوا لهم ممكن تروحوا تصوروا بنفس المطعم وبنفس اللوكيشن ان هذا المطعم هو جزائري، وتقول انه كل العادات والتقاليد وتسمين هالاكلات ان هي اكلات جزائريه. بدكم مال؟ تفضلوا مال. فلذلك هن راحوا على المطعم وحاولوا يقعدوا بنفس الطاوله حتى ياخذوا نفس اللوكيشن نفس القعده كلياتها ان هذا المطعم جزائري. انا بدي اقول اول شيء هدول الشباب ما بيمثلوا غير نفسهم، ما بيمثلوا سوريا نهائيا ابدا. فلذلك انا انحطيت بموقف محرج، بموقف لا احسد عليه. لكن كل واحد كل عنزة معلقة من كرعوبة، كل إنسان بيمثل نفسه. لكن إذا كان جيد بيمثل نفسه وبلده، وبلده بتفتخر فيه. فلذلك الحمد لله رب العالمين أنا بمثل نفسي وبمثل بلدي كمان. لكن هدول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا أنتم كان عندكم ذرة من الرجولة بتفرجونا معالم المطعم. روح صورنا بنفس اللوكيشن، فرجينا المطعم إنه هو جزائري، لأنه محطوط الراية المغربية جوا المطعم المغربي، محطوط كل الطقوس المغربية بنفس المطعم يلي أنتم صورتوا فيه. أنا هون ما وقفت الحقيقة وما انتهت. عتيق بن شيقر الإعلامي المخضرم المغربي حاليا هو بألمانيا. أنا طلبت من الأستاذ عتيق قلت له ممكن تروح تصور لي بنفس المطعم وتعمل لي استجواب مع صاحب المطعم؟ قال لي تكرم عينك. فلذلك أنا هون انتهى كلامي. رح خليكم مع لقاء حصري مع الأستاذ عتيق بن شيقر ومع صاحب المطعم شو يلي صار بالتفاصيل المملة. لا تواخذونا. سيري شنو وقع في هذه البلبله اللي حاصله؟ بلبله واش بلبله؟ واحد النهار جا عندي واحد 3 ديال الشبان من اصل سوري، لان السيده اللي خدامه معايا هي اللي سرباتهم في الطبله. دخلوا في النهار اللي كان لعب المغرب ضد البرتغال، هما تفاجئوا ان المطعم كان خاوي. سولها قال لها المطعم خاوي؟ قالت له لا، راه عندنا واحد القاعه كندوزو فيها الماتش ديال الكره وراه كاينين تقريبا 100 الناس كيتفرجوا تما. وجاو كلاو قال لها واش يمكننا نصوروا؟ حنايا كنعرفوا بنوعيه المطبخ، هذا المطبخ لبناني سوري عراقي، هذه حنايا جينا دابا عندكم مغربي وبغينا نصوروا حنايا. اوكي ماشي مشكل. صوروا وكلاو وحطوا الفيديو على اساس مطعم مغربي اكل مغربي. ما جبدوش السميه ديال المطعم، ما جبدوش لادريس والو، قالوا حنايا دابا موجودين
في مطعم مغربي بمناسبه ان المغرب تاهل نصف النهائي. جينا بغينا ناكلو مغربي وعرفوا بواحد الطريقه ايجابيه الطبخ ديال المغرب، خلصوا سميتو لاغسات ديالهم كلشي عادي ومشاو. موراها واحد 3 ديال السيمانات جاو ورجعوا. كانت واحد السيده واحده اخرى خدامه معايا، بغاو يجلسوا، هما جاو جوج، بغاو يجلسوا نفس الناس، بغاو يجلسوا في نفس الطبله اللي جلسوا فيها المره الاولى، وهي الطبله ديال 4 الناس. انا المره الاولى جاوا ب4، هذه المره جاوا بجوج. قلت لهم لا، ما يمكنش تجلسوا في هذه الطبله ديال 4 الناس، جلسوا في طبله صغيره. هما الحوا واصروا انهم يجلسوا في ديك البلاصه. ولا حنايا راه غادي ندومونديو الماكله، حنا كنصوروا تنديروا فيديوهات على الطبخ وهذه راه بغينا، راه فايتين جينا عندكم هذا ماشي مشكل. جلسوا دومونداو كلاو كلشي مزيان، خلصوا عاوتاني مشاو في حالهم. بعدها انا كنتفاجئ واحد الاسبوع، هو انه حط هذا الفيديو في تيك توك. الفيديو الاولى خدات مليون ديال المشاهده، هذا الفيديو حطها عاوتاني في تيك توك، نفس المكان، نفس السيد اللي كيصور، يقول لك اكل جزائري، تكتوكه جزائريه سميتو الكسكس الجزائري والمرقاش الجزائري والحلوى اللي صوبت لي الوالده في المغرب في قنيطره وصيفطتها لي بالترونسبور، قال لك حلوى جزائريه. والشاي الشاي المغربي هو سماه شاي صحراوي، يعني كل شيء نسبه للجزائر. انا حياتي وعمري حاطها في هذا الريستورون، نخدم يوميا في هذا الريستورون، كل شيء جبتو من المغرب، خسرنا عليه الفلوس. في الاخر يجي وينسب هذا الشيء كلشي للجزائر. هذا الشيء ماشي معقول. ما عرفتش شنو، علاش باغيين يوصلوا هاد الناس، شنو هو الهدف ديالهم، علاش كيدير هذا الشيء كامل. العالم كامل كيعرف راه الكسكسو والطاجين راه مغربي، راه اتاي في البراد مغربي. ما فهمتش حتى لين غادي هذا الشيء، ما فهمتش. معلوم هذه سوء نيه، 100%، لان اللافته اللي محطوطه على خارج المطعم فيها 2 متر، 2 المترو على 40 سنتيم، فيها سبيسياليتي ماروكان كبيره. هذه ديجا انايا ما عطاو ما رخصتها لي مدينه اخن حتى تناقشت معاهم بزاف عليها. مطعم مغربي مكتوبه بالالمانيه برا، الرايه المغربيه. هو كان جالس تما 2 ديال المترو، كاينه الرايه المغربيه، كان جالس في القنت هنايا 2 المترو الرايه المغربيه. عندنا في المدخل الاخر التصويره ديال سيدنا محمد السادس معلقه، لان انا حاولت نحافظ على ديك التراث اللي في المغرب. اي حانوت دخلتي ليه في المغرب، دخلتي عند جزار، عند خضار، عند خياط، عند سيكليس، فيما دخلتي كاينه تصويرات سيدنا معلقه. هذاك الشيء اللي قلت انايا، هذاك الشيء غادي نجيبوه لهنايا ومعلقه التصويره ديال محمد السادس معلقه عندنا هنايا في المطعم. ويجي هو في الاخر وينسب هذا الشيء كامل للجزائر. الاكل كاع ديك التعب ديال الوالده فاش علمتني نطيب، والتعب ديالي انايا يوميا وانايا في هذا المطعم 14 ساعه كنوقف فيه باش هو يجي وينسبوا. هذه سوء نيه 100%، وباغيين يخسروا بالتراث المغربي. ولكن فين غيوصلوهم هذا الشيء؟ راه ما غيوصلوهم فيه، لان في نهايه الامر راه كيضحكوا عليهم الناس الاخرين. لان الناس الاخرين راه دابا موجود الانترنت الناس ما بقاش تكذب على الناس تيفتحوا الانترنت كيعرفوا كلشي شنو كاين. يعني انت غادي تقول لهم هذا الشيء ينتمي الى دوله معينه وهي كينتمي الى المغرب، راه تتحشم غير انت راسك تضحك فكر الناس.